أعزائي أحباب تيكي تاكا، أهلا وسهلا بكم معانا في حلقة جديدة من برنامجكم تيكي تاكا. النهاردة عندنا شوية أخبار جميلة هتعجبكم جدا، وعندنا حاجات كتير جدا جدا عن الطبلجي. يا ريت تفضلوا معانا علشان لآخر الفيديو، تفضلوا معانا لآخر الفيديو علشان تشوفوا الفيديوهات اللي احنا جايبينها لكم. جايبين لكم شوية حاجات جميلة وهتعجبكم وهتعجبه هو شخصيا جدا جدا. طيب، هنبدأ مع بعض بأخبار نجمنا محمد صلاح، فخر العرب وفخر مصر، واللي بنتمنى من ربنا إن هو ما يروحش الدوري السعودي دلوقتي. بنتمنى من ربنا زي ما كابتن محمد أبو تريكة العالمي أسطورتنا الكبيرة اللي بنفتخر بيه قال إن هو بيتمنى من كابتن محمد صلاح يتمهل ولا يتخذ قرار سريع بالذهاب للدوري السعودي. مش عشان الدوري السعودي وحش، ولكن لأن كابتن محمد صلاح لسه قدامه فترة كويسة جدا مع نادي ليفربول في الدوري الإنجليزي، اللي هو يعتبر من أقوى دوري في العالم. فده مش رأينا لوحدنا، يعني احنا لما قلنا الكابتن محمد صلاح يا كابتن محمد لو سمحت تمهل وتريث، احنا كنا نقصد كلامنا وكنا نعي ما نقول. لان النهارده لو تفتكروا معايا انا قعدت اقول له لكابتن محمد صلاح يا كابتن اصبر والعرض هيزيد، يا كابتن اصبر والعرض هيزيد. واضح طبعا ان مسؤولي ليفربول ناس يعني من الناس الجبابره في الاداره، يعني فهم يعوا هذا، فهم تقلوا ما ادوش رد، ولا احنا مش موافقين دلوقتي. تروح السعوديه رافعه، لا مش كويس، تروح السعوديه مديه تاني. النهارده ارقام خياليه بتتعرض على نادي ليفربول، وبرضه نادي ليفربول مزمزق. عارفين ليه؟ مش علشان هو عاوز يخلي كابتن محمد صلاح يكمل، لا، علشان هو عاوز يستفيد باكبر قيمه ماليه، لان تعويض محمد صلاح هيبقى مش قليل. فعلشان يعوض ليفربول، عشان يعوض محمد صلاح، لازم يكون معاه او خد يعني مقابل مادي كبير جدا جدا جدا. لان انا نعتقد ان لو ليفربول تنازل عن محمد صلاح، عينه هتروح على حد كلنا عارفين ان هو ايه، يعني بتاع مشاكل شويه في ناديه، مش هنصرح عن اسمه دلوقتي، بس عينه هتروح عن حد تقيل قوي وكلنا بنحبه قوي قوي قوي. طيب، ليفربول فاز امبارح على استون فيلا، تمام، بنتيجه 3-0. كابتن محمد صلاح عمل مباراة أكثر من رائعة، شارك بأسيست رائع، وكمان شارك بالهدف الثالث اللي أحرزه نادي ليفربول. جمهور نادي ليفربول شاف بقى إن كابتن محمد صلاح الماتش ده بالذات بيتفانى ويتفنن في بذل قصارى جهده في الماتش ده. يعني مش الراجل مش عشان مثلا في عام مفاوضات ولا في ارقام خياليه هتدفع فيه فبيقول لا خلاص يعني انا ده كده اخر، لا خالص. الراجل لحد اخر لحظه، لو هي هتكون اخر لحظه، فهو بيؤدي ما عليه بضمير وبمهنيه وباحترافيه. ودي عقليه اللاعب المصري اللي نتمنى نشوف عليها لاعبتنا المصريين، وكنا نتمنى نلاقي عقليه او 2 أو 3 من عقليه كابتن محمد صلاح عندنا في اتحاد الكوره. يعني احنا لو عندنا من عقليته 2 3 في اتحاد الكوره ممكن يحصل عندنا حاجات كتير، بدل حزومه وبركوتا. وشوف انا يعني انا ما باجيش على حد اهو، ادي بركات اهلاوي وحازم امام ايه زملكاوي، بس الاثنين اقسم لكم بالله لا يصلحوا على الكراسي اللي هم قاعدين عليها خالص. واحد ما بيعملش اي حاجه في اي حاجه، والتاني ما بيعملش اي حاجه غير انه بيدافع عن نادي واحد في المنظومه. طب باقي المنظومه ولا بيعمل معاها اي حاجه. طبعا كلامي دلوقتي على كابتن حازم امام وكابتن محمد بركات، اللي احنا كابتن محمد بركات لا شايفينه اهلاوي ولا عارفين له اسماعيلاوي ولا عارفين له زملكاوي، ولا بصراحه ربنا بيعمل حاجه للنادي اللي اهداه اسمه. يعني حتى لو كان بركات في الاسماعيلي كان كويس، نعتقد ان النادي الاهلي من صنع اسم محمد بركات افريقيا بقى وفي البطولات. معلش يعني هو الاسماعيلي خد كام بطوله؟ ولا الهوا. فمع كامل احترامنا يعني من صنع اسمك
يا كابتن محمد يا بركات هو النادي الاهلي، فنتمنى يكون عندك غيره على ناديك زي ما كابتن حازم امام كده عنده غيره على ناديه، ونلاقيه راشق في كل حاجه علشان يساعد نادي الزمالك. وقالها علني، قالها علني، انا بأبذل قصارى جهدي لمساعده نادي الزمالك. طبعا مع كامل احترامنا ما فيش عضو في اتحاد الكوره مسؤول عن انديه، مسؤول عن بطوله يعني مسابقات يطلع يقول الكلمتين دول. ما ينفعش، لازم حضرتك تكون على مسافه واحده من جميع الانديه، يعني حضرتك لازم تكون حيادي يا كابتن حازم يا امان. طيب ما ننساش اللايك، شير، سبسكرايب، نفعل الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. الحمد لله زي ما قلنا لكم احنا التفاعل معاكم بدأ يزيد بشكل حلو جدا، ده كله بدعمكم لينا، ويعني احنا بنبقى متعشمين في اكتر شويه، يعني اللايك زودوه شويه، الشير يا ريت نتك عليه شويه، اهم حاجه بقى غير اللايك والشير نفعل الجرس عشان لما ننزل حاجه جديده توصل لكم ان شاء الله. وما ننساش ميعاد يا جماعه في حاجه عندنا في اليوتيوب اسمها بنحول الجرس بتاعنا لحاجه اسمها بيرسوناليزد. كل الناس تحوله لبيرسوناليز عشان مش عشاننا لوحدنا بس، عشان اي فيديو ينزل انت عامل للقناه سبسكرايب يظهر عندك، تمام؟ يظهر عندك ويجي لك عليه نوتيفيكيشن فوق، اشعار يعني يجي لك عليه اشعار عندك فوق في العلامه بتاعه الجرس اللي بتبقى عندك في اليوتيوب. ما ننساش مواعيد اللايف ان شاء الله يوم الثلاث ويوم الجمعه الساعه 10 مساء. نرجع تاني لنادي الاهلي اللي طالعه اخبار كتيره جدا 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 في السوشيال ميديا ومن بعض الاعلاميين ومن ناس ليهم باع كتير جدا في الكوره ومن مصادر داخل النادي الاهلي. بس طبعا زي ما بنقول لكم كده الموضوع حتى لو سمعتوه من يعني اي حد في الدنيا ما تصدقوش بنسبه 100%. احنا هنقول لكم اللي بيتقال، لكن الكلام اللي بيتقال ده مش هو الحقيقي بنسبه 100%. الاهلي بيحاول يتعاقد مع مهاجم برازيلي، وفي ناس بتقول ومصادر لينا داخل النادي الاهلي بتقول ان النادي الاهلي خلاص مع المهاجم البرازيلي السري جدا ده. طب مش سوزا خالص، واحد تاني بس اسمه سري جدا. طب مين؟ ما نعرفش. طب المصدر؟ طب بعد اذنك قول لنا. لا انتوا هتعرفوا لوحدكم. طب عشان خاطرنا يعني اي معلومه؟ لا انا مش هينفع اقول. طب قول لنا ومش هنقول اسمك يعني ما ولا. بصوا يعني باي شكل من الاشكال رفض تماما ان هو يقول لنا ولا اسم اللاعب ولا حتى يقول لنا ان احنا يعني يوافق ان احنا نقول اسمه يعني. طيب النادي الاهلي كمان بيحاول يخلص، يعني اخبار برضو بتقول ان مستر مارسيل كولر بيحاول يخلص مع نجم كبير جدا جدا جدا، او هو من وجهة نظره شايف ان اللاعب ده نجم كبير جدا جدا جدا، بيلعب في الدوري الروسي في نادي اخمات الروسي. اللاعب هو محمد كوناتي البوركيني. هو محترف في نادي اخمات الروسي. وعلى فكرة يا جماعة كمستوى مهاجم هو افضل من موليكا واصغر سنا وافضل من سوزا، و يعني مهاري جدا، بيقف على الكوره حلو قوي، بيعرف يخترق، جسمان قوي، هيدر قوي جدا. فهو كلاعب ان شاء الله نحاول نجيب لكم لقطات من لعبه الحلقه الجايه باذن الله. هنحاول، بس انتوا عارفين دي بيبقى حقوق عرض، فهنحاول لو قدرنا هنجيب لكم ان شاء الله بعض اللقطات ليه وهو بيلعب في الدوري الروسي ان شاء الله. طيب مستر مارسيل كولر شايف ان دي هتبقى صفقه رائعه جدا ومتدخل، هو ده المصادر بتاعتنا اللي بتقول، تمام؟ هو اللي متدخل شخصيا هو وكابتن محمود الخطيب لانهاء الصفقه مع محمد كوناتي البوركينابي. طيب الصفقه هتخلص ولا مش هتخلص؟ والله اللاعب ابدا اهتمام كبير جدا، ووكيل اللاعب بيقول ان اللاعب ابدا اهتمام كبير جدا ان هو محتاج يغير جو. يعني اللاعب عاوز يروح يلعب في يعني دوري جديد ويلعب في بطوله جديده ويشوف ناس جديده. هو محتاج يغير دوت، وشايف اللاعب وشايف ان ده هيضيف لمستواه بشكل كبير جدا جدا جدا. ده وكيل اللاعب اللي بيقول، وكيل محمد كوناتي. طيب تفاصيل الصفقه بشكل سريع. الاهلي عرض $1.5 مليون على نادي اخمات الروسي.
وعرض كمان 500 ألف دولار للاعب في الموسم. والاهلي عاوز اللاعب لمده 3 مواسم، وفي مصادر بتقول ان الاهلي شبه انهى الموضوع مع محمد كوناتيه. احنا بس بنقول لكم الاخبار علشان في ناس بتقول حصري وكده، احنا بنقول لكم من جوه النادي الاهلي نفسه، يعني الكلام اللي احنا بنقوله ده من داخل القلعه الحمراء. بس يا استاذ عمرو، بالنسبه للاعب اللي هو لاعب اللي حضرتك ما قلتش اسمه، على الاقل قول لهم جنسيته يعني. ما انا قلت برازيلي يا استاذ خالد. والله قلت لهم، يعني انا قلت مش هقول اسمه دلوقتي، بس هو لاعب برازيلي، بس مش جوستافو سوزا، علشان الناس اللي كانت فاكره ان هو جوستافو سوزا. لا يا جماعه، هو مش جوستافو سوزا. طيب هنتكلم بقى على رمز كبير جدا 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 من رموز نادي الزمالك، ومش بس نادي الزمالك، ورموز مصر ورموز المنتخب الوطني، واحنا على المستوى الشخصي شايفينه هو الاب الروحي للمنتخب بصراحه. كابتن حسن شحاته، كابتن حسن شحاته اللي لما بيطلع على الشاشه احنا كجمهور اهلي اقسم بالله مهما كان بيقول بنتفرج عليه، مهما كان بيقول، يعني هو بيقول ايه ايا كان، كابتن حسن شحاته على الشاشه اتفرج على طول. ليه؟ عشان راجل محترم، راجل يعي ما يقول، راجل لما بقى اسطوره مش هو اللي اطلق على نفسه اسطوره، ما كانش كل مره يقول اشكروني، انتوا بتشكروا اللعيبه وما بتشكرونيش خالص. راجل بيعمل في صمت وياخد بطولات في صمت ويحقق الارقام القياسيه في صمت. عنده ابن محترم جدا ناله برضه بعيد عنكم من صليط اللسان جانب، لكن في الاول وفي الاخر هو حد او هو شخص اسطوره لنادي الزمالك وللكره المصريه والمنتخب مصر ولينا احنا كجمهور الاهلي. طيب كابتن حسن شحاته يعني اسفا ان انا بقول كده، طلع قال ان هم ايام المعزول لغوا عضويته هو وعيلته كلها، وعضويته مش هو بس، ده هو وكابتن حلمي طولان وناس كتير تاني اتلغت عضوياتهم داخل نادي الزمالك. مين اللي لغى عضوياتهم؟ طبعا كلنا عارفين مين اللي لغى عضوياتهم. طب لغاه ليه؟ علشان الناس دي ناس محترمه وكانت مش موافقه تحت اي ظرف من الظروف على اللي بيحصل من المعزول، وعلى اهانه رموز النادي الاهلي، وعلى اهانه كابتن محمود الخطيب، وعلى اهانه خلق ربنا كلهم. ده طبيعي، ده طبيعي. ليه؟ لان الناس دي ناس محترمين. تعالوا برضو شوفوا كده كابتن حلمي طولان بيقول ايه وبيتكلم ازاي. برضو لما كابتن حلمي طولان يطلع يتكلم على اي حاجه بنقعد وبنسمعه. ليه؟ لراجل محترم، راجل يعي ما يقول، كلمه الوحشه ما بتطلعش من بقه. فهي دي رموز نادي الزمالك اللي تفتخروا بيها. طبعا ما بيفوتش. طبعا عنده ضمير يا استاذ خالد، عنده ضمير، والله عنده ضمير، مش زي ناس يا كابتن طارق يا يحيى. كابتن طارق يحيى يا عسل. والله ده احنا لسه هنجيب لكم الحلقه اللي جايه شويه حاجات عن كابتن طارق يحيى سكر بقى، تمام؟ هنجيب لكم حاجات وبتحسوا كده ان هو قاعد في القناه بيذيع من مكان تاني، يعني هو قاعد في الاستوديو وكانه هو مش موجود، هو بيقول اي حاجه وخلاص. فبرضه هنجيب لكم شويه حاجات جميله جدا عنه. المهم كابتن حسن شحاته علشان برضه ما نطلعش من الموضوع قال ايه؟ قال ان في اجتماع هيتم مع رموز نادي الزمالك، طبعا بقى كابتن حسن شحاته وكابتن حلمي طولان، والمفروض ان كابتن فاروق جعفر والناس اللي هي اساطير نادي الزمالك هيجتمعوا علشان طبعا داخل النادي، وهيعملوا عضويات جديده علشان يدرسوا حل لأزمة نادي الزمالك، ويعملوا خطوات سريعة واستباقية لحل كل أزمات نادي الزمالك ووضعه في المسار والطريق الصحيح. تمنياتنا لهم بكامل التوفيق، والله من قلبنا تمنياتنا لهم بكامل التوفيق وصلاح حال نادي الزمالك ودخوله بسرعة في يعني يخش بقى في المعمعة بقى. احنا عايزين نادي الزمالك يرجع نادي الزمالك، ونرجع ماتش الاهلي والزمالك ده بنقعد نستناه ونستنى هنشوف كورة بقى، مش هنشوف ناس بتطلع تشتم في بعض. نتمنى ده يعود ويبقى هو ده السائد في الرياضة المصرية. طيب هنخش بقى على حبيب الأهلاوية اللي بيضحكهم، اللي بيخلينا بجد مش عارفين، يعني بص يعني بمجرد ما بنشوفه بنضحك، تمام؟ الكابتن خالد الغندور
طلع وقال يعني كلمه كده جميله جدا، انه بيقول يعني الزمالك الاهلي طالع وزعلان قوي ان الزمالك انسحب من السوبر، وبيقول ان الزمالك لازم يتعاقب ويتوقف. طب ما الاهلي انسحب من كاس الرابطه، يعني هو مش الاهلي انسحب من كاس الرابطه يبقى المفروض الاهلي يتوقف؟ طب يا حبيبي، بغض النظر يعني عن ان الاهلي، يعني هو لو هناك يعني من يوقف الاهلي عن المشاركه في حاجه في كاس الرابطه، فكده كده الاهلي مش عاوز يلعب كاس الرابطه. يعني انتوا كده كده البطوله دي بطوله اوفرلود، يعني زي حمل زائد على اللعيبه وعلى المدرب وعلى كل حاجه، وعشان كده النادي الاهلي قال لك لا، الهيافه دي مش تبعي، دي بالنسبه لي حاجه هايفه وبطوله ملهاش اي 60 لازمه، ممكن العبها بالصف الثالث، كسبت خسرت اهو، من العيال بتتضرر. تمام. لكن النادي الاهلي كمان قال لك ايه؟ قال لك والله بقى لها مصاريف على البطوله دي اصلا، لانها بطوله ملهاش اي لزوم. في حاجه كمان انا عايز اقولها لحضرتك يا كابتن خالد، النادي الاهلي دخوله في البطوله بيخليها ليها معنى، مهما كانت بقى البطوله ليها معنى اصلا او ملهاش. فانت تحلم ان البطوله يعني ده يكون الافضل لك والافضل لناديك، ان نادي بحجم النادي الاهلي يدخل البطوله، يمكن حد يشوفكم او حد يشوفها، لان اكيد الرعاه بتاعت النادي الاهلي لما النادي الاهلي يخش البطوله دي مش هيسيبوه، والاعلانات هتنزل تلف على البطوله، يبقى البطوله هتتشاف، يبقى ليها معنى. لكن بالمناسبه يا كابتن خالد، علشان بس نقول لحضرتك انك لا تفقه شيء في قانون الكوره او قانون الرياضه او قانون المسابقات، بطوله كاس الرابطه هي بطوله مش رسميه، بطوله عاديه جدا غير مقيده اصلا في جدول الاتحاد، جدول الاتحاد الافريقي، ولا تؤهل لاي حد لاي حاجه. فهي بطوله معموله كده للانديه، تمام، بالحب، فما فيهاش انسحب ولا الكلام اللي حضرتك طالع تقوله ده لتبييض ماء وجهكم وضحك على الناس الغلبانه اللي بتتابع حضراتكم. فمع كامل احترامنا احنا موجودين بقى علشان كل كلمه هتقولها يا كابتن خالد والله ما هنسيبك، كل كلمه هتقولها هتلاقينا فوق دماغك، هنبين قد ايه انت لا مؤاخذه احنا اسفين بتقول اي كلام. تاني بنقول لك اهو، بتقول اي كلام، زي ما طلعت قلت انا ما ينفعش اعترض على رئيس القناه. ليه يا استاذ يا كابتن خالد ما ينفعش تعترض على رئيس القناه؟ لا، اعترض على ده صاحب القناه، ده هو اللي عاملها، اعترض عليه. هل ده صح؟ يعني انا اطلع اعترض على صاحب الدكان؟ لا، ما ينفعش تعترض على صاحب الدكان طبعا، لكن تفضل تقول طبل لصاحب الدكان، يشتم في الناس وانت تطبل، يشتمك انت شخصيا وهوبا، ولا تفتح بقك، بتشد السوسته يا كابتن خالد وتبص في الارض، الله يفتح عليك يا استاذ خالد، وتبص في الارض. انت ليك معانا رؤى، بس لما افرج الناس على شويه فيديوهات كده لطيفه جايبينها لحضرتك، اتفرجوا على الفيديوهات دي على الباشا اللي عنده مبادئ وعنده دماغ بتفكر ومش بيتساق ومفيش حد بيملي عليه رايه. فيلا بينا نتفرج على كابتن خوخة ونرجع تاني نعقب على الفيديو. يلا بينا. اسمع الفيلم قلة الادب بتاع كل يوم. انتوا مش عايزين نشتغل. انتوا عايزين ايه بالظبط؟ احنا عايزين الزمالك احسن نادي في الدنيا. لا مش رايد. ومع السلامه، ما تكلمنيش يا احمد وده جدع ده معاك. يا ابني اساله يعني لما كان يا ابني انا نفسي اطلب منك طلب يا سياده المستشار. الكابتن نفسي اطلب منك طلب. انا نفسي احمد عيد يبقى معانا في التحليل. اتفضل يا خالد. بقول نفسي احمد عيد يبقى معانا في التحليل. هو تقريبا انت مش سامعني. انا بقول لحضرتك نفسي احمد خالد عيد. انت سامعني؟ انا سامعك والله. انا سامعك بتقول ايه؟ طب انا قلت لك ايه دلوقتي؟ ما سمعتش. لا يعني ويمكن انا ما قطعت معاك، ما سمعتش حضرتك قلت ايه. خالد في صدى صوت عندك انت مش عندي. لا انا ما فيش صدى صوت، انا سامع كل حاجه. بقول لك في صدى صوت عندك في الاستديو. لا ما فيش. يعني سامعني كده؟ سامعك. اتفضل. انا بسال حضرتك، انا نفسي احمد عيد يبقى معانا في التحليل لان هو يعني اتفضل. طب يبقى الكلام بيوصل لك بعد حوالي 30 ثانيه بقى. لا بيوصل لي دلوقتي. ماشي مظبوط كده؟ يمكن التلفزيون عندك حضرتك تسمعني. مظبوط يا خالد؟ لا انا سامعك على طول اهو. يا ابن الحلال انا ملك الحاجات. صراحة أنا زهقت بقى، كل أسبوع بطولة، مش معقولة يا جماعة كده. إحنا كل يوم كل أسبوع 6 أيام ناخد بطولة ولا إيه؟ لا ده أنتوا مفتريين قوي بقى. لا ارحمونا شوية بقى، استمتعوا بقى.
يا باشا احنا خدنا خلاص، خدنا البطولات خلاص، وخدنا اللي احنا عايزينه، خدنا اللي احنا عايزينه. احنا اسياد افريقيا واسياد مصر في كرة القدم خلاص. افرحوا بجد، فرقتكم رجالة بجد، حققوا العدالة، هاتوا الملعب العالمي، هاتوا تقنية الفار، هنكسب اي حد اي حد. خلي الاعلام ضدنا، خلي هناء وشيرين يتكلموا علينا في اليوتيوب. لو شيكابالا فعلا الكلام ده انت بتسيل شيكابالا. مين امهر لاعب كرة في مصر؟ ده الاسطورة. مين؟ شيكابالا. ده جيش بلدي. مين الواد محمد علي ده حته عيل صايع. انما انت عمال تلم فلوس من هنا وفلوس من هنا وساعات من هنا. ما سياده المستشار، ما هي معلش يعني شخصيه كابتن محمود الخطيب هو كده، هو شخص هادي ما بيتكلمش ما بيقولش. انت راجل عضو مجلس نواب، انت عضو مجلس نواب، انت بتدافع عنه ليه؟ مش بدافع عنه والله، هو طول عمره شخصيته كده يعني. شخصيته راجل هادي يعني ايه؟ يعني اصل انت عضو مجلس نواب والبني ادم. بقول لك في التلفزيون من غير مجلس نواب. هو لما ضربت السفير الاسرائيلي بالجزمه لما شتم مصر وقال ده شعب كلاب، كنت عايز مجلس نواب. طب ما هي شخصيات يا سياده المستشار، انت شخصيتك كده، هي دي شخصيات. يعني ايه شخصيتي؟ مش يعني انت انت يعني ايه هادي؟ انت انسان على طبيعتك. هي الوطنيه محتاجه هادي ومش هادي. بالك خايف منه النهارده كده. انا اعمل لك ايه؟ ولا ليه؟ لا انا ما بخافش يا سياده المستشار، اخاف من ايه؟ طب اهدى بس. ماشي. طب ما تدافع عنه ليه؟ ما تروحش شايف قناه الاهلي بقى ده بتدافع عنه. مواقف الوطنيه يا سياده المستشار ليه؟ وانا مش بدافع عنه ولا حاجه، انا بقول لك يعني بقول لك انا بتكلم عن مواقف وطنيه، ايه علاقه ده بالهدوء؟ لا انت كل بني ادم ليه شخصيه مختلفه. هو بقول لك ايه؟ هو طول عمره ما بيتكلمش يعني. ثانيه واحد اخرس او واحد ذو قدرات خاصه معاك تمام بيقف مع بلده بيعمل يافطه كده بيقول لك انا مع جيش بلدي. انت بتديله مبرر لايه؟ احمد حسام ميدو. لا ده عيل عبيط ماليش علاقه بيه. هذا في كل كلمه. عيل كان شغال في النادي واتطرد خلاص. عارفين يا اخويا، وهي ده عايزه كلام. يروح النادي سكران في رمضان ما يبقاش مدرب كويس. تشرب شاي بالياسمين؟ اشرب. اشكرك يا ميدو انت مسافر، واشكرك يا ميدو اللي بتتشتم، وانا فرحان انك بتتشتم تشيل شويه عننا. تمام؟ كلميني عن حد تاني كويس. خالد الغندور. ورحمه امي يا خالد الغندور اللي سمع مصر كلها وانت بتعيط علشان اشغلك، وانت بتعيط علشان ازودك. تشرب شاي بالياسمين؟ اشرب. بس هنا اشكر مستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اللي اصر على وجودي، واللي كان عنده حرص شديد ان انا اكمل في قناه نادي الزمالك. شكرا للمستشار مرتضى منصور. لصوص ولكن ظرفاء. يا جماعه مين اللي بينكد اكتر، الراجل ولا الست؟ الراجل طبعا معروف. ايه؟ الراجل طبعا معروف. يعني انا بنكد عليك اكتر؟ لا انا بقول الراجل ما بقولش هو. هي قالت ايه في الاخر يا كابتن خالد؟ قالت ايه عشان انا ما سمعتش والنبي؟ يا نهار ابيض. طب ايه، هتصلح ولا مش هتصلح ولا هي قالت ايه والنبي؟ واضح ان مش احنا احنا لوحدينا اللي شايفين كده. واضح ان الموضوع داخلي، يعني ده شأن وخارجي، يعني هو داخلي وخارجي وشأن العالم كله شايفه، يعني حتى الناس اللي يخصوه. كابتن خالد احنا عايزين نقول لحضرتك حاجة، وكما قال الشاعر: اخفض عيناك في الأرض واستحي، فمن مثلك يخفض رأسه في التراب، ولا تنظر للملوك بنظرة عيناك حسد وداخلهم هباب. والله دي أقل حاجة نرد بيها عليك يا كابتننا يا الضايع، يا اللي بصراحة ربنا أنت مثال لمن يريد أن يضحك. والله العظيم، والله أنت مثال لمن يريد أن يضحك، حتى بتضحك الناس اللي ببيتك. يعني متخيل أنت بتضحك أهل بيتك شخصيا عليك. يعني احنا مش هنعلق باكتر من كده. نتمنى ان حتى بيت الشعر يكون قال لك راينا في حضرتك، ويكون قال لك احنا شايفين حضرتك بانهي شكل او بانهي منظر او بانهي كاتيجوري. يعني احنا شايفينك يعني زي ما اتقال لك بالظبط في اخر فيديو،
بالظبط، ده اللي احنا شايفينك فيه بصراحه ربنا. مش عايزين نطول عليكم اكتر من كده. احباب تيكي تاكا، ما تنسوش ميعاد اللايف بتاعنا يوم الثلاث ويوم الجمعه ان شاء الله في الساعه 10 مساء. ما تنسوش اللايك، الشير، السبسكرايب، تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو ننزله ان شاء الله. وما تنسوش برضو تفعلوا عند الجرس علامه بيرسونلايزد، تخلوا كل حاجه عندكم بيرسونلايزد عشان يجي لكم نوتيفيكيشن او اشعارات على علامه الجرس اللي عندكم فوق في الاشعارات. في اخر الحلقه بكره ان شاء الله يا استاذ خالد، بكره ان شاء الله ميعاد اللايف بتاعنا الساعه 10 مساء. في انتظاركم تزودونا وتنورونا وتشرفونا يا رب. واحباب تيكي تاكا، في نهايه حلقتنا بنقول لكم خلي بالكم من نفسكم وفي رعايه وامان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.